يا مساء الفل. في أكلة أول ما تتقال نعرف إننا داخلين على بلاد الكرم والأصل، قلب الصعيد الجواني. عن أكلة تبان إنها بسيطة، بس تكنيك عمايلها حير شيفات العالم. أكلة لونها أخضر يفتح النفس، وأكلة خفيفة وسريعة، بس مع شوية عصرة ليمون وقرن شطة تاخدك في عالم تاني خالص. هاتوا كوباية الشاي ونعيش مع بعض قصة وحكاية الأكلة اللي خلت البامية برنسيسة بيرميكا. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. وبيحكوا إن زمان كانت لما قرون البامية بتكبر وبتطول وبتنشف وما تنفعش تطبخ في البامية اللي هي طبيخ بالصلصة، ستات الصعايدة قالوا لأ، احنا ما عندناش حاجة تترمي، فلازم نشوف لها حل. ايه هو الحل؟ وقرروا يقطعوها حلقات ويغطسوها في شوربة لحمة أو في شوربة بطة دسمة. السر بقى كله في المفرك. الصعايدة اخترعوا أداة خشبية تحط البامية في الشوربة لحد ما تدوب ويبقى طعمها سلس وجميل. الويكة ما تضربش في الخلاط، ده يعتبر كفر عند الصعايدة. الويكة تتعمل بالمفرك، وخد بقى يا صبر جميل لحد ما ريحتها تطلع. الويكة هي بنت عمة الملوخية، بس شخصيتها مختلفة شوية. الثوم والكزبرة مع السمنة البلدي هي اللي بتديلها روح، وأهم حاجة فيها الليمون، لأن الويكة من غير ليمون وشطة وفلفل مقلي جنبها تبقى لسه متعملتش. الويكة كانت الأكلة الرسمية في البيوت الصعيدية عشان بترمي كمية كبيرة جدا ومش محتاجة تقلية وصلصة، هي مريحة للمعدة ومغذية جدا. ومن الصعيد طلعت لكل مصر وبقت براند مسجل باسم ولاد الجنوب. الويكة هي أكلة صبر ومزاج، جربوها بطريقة أهل الجنوب هتدعولي. وخلصت كوباية الشاي وخلصت حكايتنا النهاردة، بس لسه حكايات مصرية مع شيرين فيها كتير. استنوا الحكاية الجاية. في حفظ الله.